تقدم رجل لخطبة فتاة أعجب بها كثيرا، ومع مرور الوقت نشأ حب كبير في قلبه نحوها. ولكن كانت هناك عقبة واحدة في طريق سعادتهما، وهي أمه العجوز، حيث كانت خطيبته تكره أمه بشدة وتعاملها معاملة سيئة للغاية. حاول الرجل كثيرا أن يصلح بينهما، ولكنه فشل تماما. ورغم ذلك منعه حبه الكبير لخطيبته من الابتعاد عنها أو فسخ الخطوبة. هددها عدة مرات بالانفصال، فما كان من الفتاة إلا أن تمسكت به، ووعدته بأن تحسن معاملة والدته بعد ذلك، وألا تسيء إليها مرة أخرى أبدا. فوافق الرجل على هذا الشرط ليستمر معها. مرت الأيام وجاء يوم الزفاف، وبينما كان الرجل يجلس بجوار عروسه همست في أذنه قائلة: أنزل والدتك من المنصة، فهي لا تعجبني ولا أحب وجودها هنا، أريد أن أغضبها وأحزنها في ليلة عرسي. تفاجأ الرجل من كلامها، لكنه وافق على طلبها. وقف متوجها إلى والدته الجالسة على المنصة، وأمسك الميكروفون قائلا بصوت عال: أنا أعرض أمي للبيع، من يشتري أمي؟ ذهل جميع الحاضرين من كلامه وتصرفه. كرر الرجل عبارته 3 مرات: من يشتري أمي؟ من يشتري أمي؟ من يشتري أمي؟ لكن لم يجب أحد. خيم الصمت والدهشة على وجوه الجميع، وبكت الأم حزنا وخجلا من تصرف ابنها. وفجأة أخرج الرجل خاتم زفافه ورماه في وجه عروسه قائلا: أنا أشتري أمي. ثم التفت إليها وأعلن طلاقه منها قائلا: أمي غالية، لا أحد يستطيع شراءها أو دفع ثمنها، لكنني أنا من يشتري أمي ويبيعك. بعدها أمسك بيد والدته وغادر القاعة، معلنا للعالم أن حب الأم لا يساوم عليه أبدا. علق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.